البنيه. خالد سلك الليله عنده بنته في مستشفى في الامارات، عملوا ليه عمليه هناك. العمليه كلفت 250,000 درهم، وتم دفع المبلغ. الفيلا القاعد فيها فيلا فاخرة من الآخر، إيجارة 180,000 كل 6 شهور، بيدفع 180,000 درهم. زوجته طبعا دكتورة أسنان. لكم أن تتخيلوا يا إخوتي الكرام إنه جهز لها عيادة من أفخم العيادات على مستوى الإمارات، مكلف تجهيز العيادة 3 مليون درهم. عيادة أسنان وجوه وتجميل وشغل عجيب يا إخوتي الكرام. أولاده بيدرسوا في أفخم الجامعات والمدارس. خالد السفا، من سؤالنا بعد ما كفرنا لك وباركنا لك لمرتك العيادة الفاخرة اللي كلفت ملايين الدراهم، عايزين أقول لك بس يعني من أين لك هذا؟ ما يكون ده تمنى، بس حازعل منك يا سفا، أو حيكون ده تمن الشعب السوداني. والله حازعل منك، جد جد حازعل منك. ما تبقى رخيص زي الرخيصة دي اللي بتشجع الأرجنتين. يشهد الله لولا الحكم كان فجخناهم فجخ ووديناهم بغادي للأرجنتين. ما تبقى مومس زي المومس ديل يعني. خليك يعني ورينا، او حيكون ده تمنى بس يعني. شفتوا اللسان دي شايفين؟ دي قريبة سفة. دي نفس الدين ونفس الاخلاق. شايفين حق حركات الممس. نعم يا اخوتي الكرام. وفي خبر ازف اليكم ايها الشعب السوداني، عشان تاني اي واحد يتطاول على مصر يتبلى. الليله بشركم تم احتغال باب بكر فيصل في مطار القاهره الدولي من قبل السلطات المصريه. جوا لك يا قحاطي، جوا لك يا ملعون. نعم، والعقبه نحن كلمناك. شوف جاي او يكون عندك كونكشن، وتاكد الكونكشن ما يكون القاهره، لانه حنقبضكم جد عليكم ونجيبكم. لكم ان تتخيلوا يا شعب يا سوداني، خالد سفا فتح عياده ب3 مليون وشويه درهم، ويسكن في فيلا ثمنها سنوي 320,000 درهم، وسوى بيت لعمليه او لمس لبيته ب 250,000 درهم. لكم ان تتخيلوا يا اخوتي الكرام، حباب اخوي الزبير، لكم ان تتخيلوا ايها الشعب السوداني، ديل القحاطه النتنين، ديل الناس اللي قاعد يتاجر بقضيتنا وبهمنا. انت من اين لك هذا يا سفا؟ شغال شنو يا استاذ؟ من اين لك هذه الاموال وهذا الطرف؟ عياده لدكتورتك، دكتوره الاسنان ب3 مليون، بنتك عمليه بس ب 250، 300 وشويه الف ايجار شقه على الفيلا بتاعتك، اولادك بيدرسوا في المدارس الانترناشونال. ده اعتمد العماله حق الشعب السوداني. لكم ان تتخيلوا ايها الشعب السوداني المسكين الصابر المصابر، هؤلاء من ارادوا لكم الديمقراطيه والحريه، هؤلاء يريدون ان يوقفوا الحرب حبا بكم وحبا في هذه الارض الطيبه التي رويتموها بدماء ابنائكم ايها الشعب السوداني. الى هنا الله كلام عجيب. المقدمات والتحيه لكل الشباب ان شاء الله هذه مقدمات اثر الميدان. نعم، نجي نشوف فوائد الكنيسه السوداء. نشوف مع بعض يا اخوتي الكرام يعني المشوطن. نعم، وانا الليله تاكدت انه بدران ده مشوطن يا اخوتي الكرام، بدران مشوطن. نعم، معه كنيسه سوداء، وده شكلها اللي بتديه الكلام. لماذا؟ نشوف مع بعض. لماذا الكنيسه يا اخوتي الكرام جات رقدت معاه فوق في السرير بتاع الجبل؟ كما ترون الشعب السوداني، هذه الكنيسه الان هي تعيش في امان جدا، وتربط في السرائر مع المواطنين في اماكن التاسيس. هذا يعني ان تاسيس كل المخلوقات في امان. الله اكبر ولا اله الا الله. طبعا زي ما حكينا لكم الطيور السبحانيه المحمديه التي يعني تطير دون ان ياكلها احد. نعم، دي لو كانت عند الفلول لاكلوها جميعا. نعم، ولكن حينما يجيك الشيطان الاسود
في سريرك فهو يرقد مع كل الشياطين. قال لك في دولة تأسيس، وده يعني لماذا؟ لماذا؟ لأنه ده بيعني إنه في أمان، في أمان. الكنيسة يعني تهر وتبول معك في السرير، وده بوريك لماذا في أمان. في دولة محمد حمدان زقلوا شال سجموا وخلوه فات قبله. نعم أيها الكرام، لماذا؟ جدا، وترقد في السرائر مع المواطنين في أماكن تأسيس. هذا يعني أن تأسيس كل المخلوقات في أمان. الكنيسة الآن لماذا؟ ترقد على السرير، هذا يعني أن هناك أمان كبير جدا في أماكن فترة التأسيس. حتى الكنائس تعيش في أمان، هي الآن تعيش كأنها بشر وبالقرب من الإنسان والإنسانية. إذا تأسيس بها إنسانية، تأسيس تحترم الإنسان والحيوان والنبات. حتى الكنائس هنا الآن تعيش في أمان. ما الذي جعلها ترفع يعني ذنبها بهذه الطريقة؟ لماذا؟ لأنها تشعر بالأمان الكبير جدا، وهي الآن يعني معنا في تأسيس بلد السلام والأمان والمحبة. شكرا للتأسيس. نعم. ولماذا هي يعني بترفع ضربها هكذا؟ وهي دلالة لكي تقول لي طز فيك وطز في محمد حمدان أجابك وطز في التلفون اللي بتصورني بيه. وابدا بشوطنا. والله يا اخوتي الكرام، هؤلاء التنجويد بعد نعرف ذاته نحن ثاني كشعب سوداني بعد الوجع اللي فينا ده اللي بيضحكنا ثاني شنو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا الله. هذا الاهطل الاهبل اللي لو لقى له زول قاعد يهر في الشارع لصوروا لكم يقول لكم انظروا الى هذا الشخص كيف انه يهر بامان في مدينه محمد حمدان. لا احد يساله حتى لو كانت الريحه يعني قويه. فذلك لماذا؟ لانه ياكل بلح. وده بيوريك انه دوله تاسيس هي دوله ترعى كل الهارين دون ان يصلهم او يتعرض لهم. لماذا؟ مش السنون. لماذا؟ لانه دوله تاسيس تحترم كل الهارين على مدينه نيال. نعم. طيب يا اخوي. نص وجا الصباح وفي زول بيجيني الصباح وما عايزني ارتاح، وانا ما بعرف ليه بيجي متاخر زي الزول رايح له مفتاح. واحد بقت اموره ظابطه وقابض القرنقش وشغال افلام ومسلسلات واموره باسطه وعارف رقبته يا اخوتي الكرام، بس بيجيني على القفله كانه يعني زول يعني رايح له مفتاح، وانا الدنيا صباح وانا عايز ارتاح. يشهد الله. بوريكم لاسع، ما تستعجلوا. ما تستعجلوا. بوريكم لاسع لو جضوم بقى له. انك رميتني مع المفتاح وخليتني ما قاعد ارتاح وعجبني معاك الاندياح يا محمد سليمان. I love you please I'm continuous how many mention جنب الربا وكلاعي هولدن خالفة ودي يدو ودماغ متكيفة. ده اللي يدل على الشوق والمحبة، وطولنا منك كثير ويا سليمان. شكرا على الشوق والمحبة. ما يفضل فيها حبة. يا كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. يلا انا داير اوريك اخباري هسه حاليا عشان شنو؟ عشان تاني ما تزعلني. طيب داير اوريك اخباري عشان تاني ما تزعلني. حرم عملنا يضوم ما بيجي الخرطوم. عملنا يضوم يشهد الله من يوم المسلسل بتاع العسل الاسود. العسل الاسود بس بقى ابيض. يا جماعه ده هو فكر في كده. ما انا بقول له في الطاقيه، هو طاقيته بيضاء وانا بيضاء. ده قصدي. شوفوا الزول ده عليك الله يا جماعه. كشف محمد سليمان ده. شوفوا الجذوم دي يا اخواننا عباره عن عدم راحه. واحد لما يكون ما مرتاح واموره بايظه بتاع فبيوصل لمرحله بتاع الترهلات. شكرا يا كي او الله يديك العافيه. اول حاجه يا اخي التحيه ليك وعارفينك والله تعبت والزمن متاخر جدا جدا. ولينا اول حاجه لنا فتره منك ما لاقيناك. نكون قاعدين تحت وفعلا لك حاجه بتكفي لانه انت بتكون جاري براك. كان بيكون معاك عامل ميوت انت عباس. عامل ميوت يضرب شنو يا زول؟ انا ارفع لك الجذوم الصحيح. زول ده كان مشى ضرب الرزق
عمل جذوب هنفتح الكاميرا كان يقدر ما يقول مكاني اطلب. كبس الرز كبس المندي شهد الله بقى الجذوب وحد يا اخي فكره افتح الكاميرا. والله الناس الواحد صراحه الواحد بقى نفسه مقفوله من الواحد بقى نفسه مقفوله من لكن ما بنقدر ناكل عشان احنا متاثرين. طب ما بقدر اخر مره اكلت بتاعه بيذكر افتح انت برزه طوله جايك يا حبه جايك. هتشوف يا اخوان جاي عليك ما تقدر. انا روح السلت وكذا معطينا مثلا شت وعندك والثاني صاحبي كان معاي كان معاي يشهد الله كنا انا هو ما نفل لا اله الا الله لا اله يا اخوتي الكرام انا اخذت لكم جنب كبس الرز والمي تقراب يا لذيذ. وقفوا لمبه انا حبيبنا انت عارف قلت لك يعني يا حبيبنا محمد سليمان والله زول نفسه مقفوله من الاكل ما بنقدر ناكل. انت يا محمد سليمان اول حاجه مشتاقين السلام عليكم يا جيش كلكم. محمد سليمان انا والله يعني ما قادر اوصف اصلا. قدرت يا رب ما ساعدني. الراجل اللي بيتنمر علينا كده ليه؟ يا محمد قلت شنو؟ التنمر بتاعك ده حاله مرضيه ولا مالك انت؟ لا ما دي حاله حسديه. انت عارف انا اوريك التنمر جاي من وين؟ زمان ما كان خالد ابو رهب وانا كان خالد ابو رهب بديه فرقه. كان خالد ابو رهب بديه فرقه بيجي بيشيل له زي ساعه كده بيكفي كاميرته بيمشي خط الطيبات والخيرات والشغل المشك ويسمع من بعيد. خالد بقى ما بقى الساعه ذات في غضب الله. هي الساعه ذات في غضب. اسمع يا كده وشجع علينا حمله. طويل بقيت اذكر الطيبات بتاعتك. ساعات ضونا و4 ساعات ونص براي يلا ورقبتي. اي والله نحن متاسفين جدا والله العظيم بفتح من الساعه 8 ونص والله بيجر معي لي واحد الاثنين والله في لا جر معي لي 3 ايوه 5 6 ساعات قسما بالله العظيم كده. وهو ذاته مرات بيجيني لكن شفت هنا بكشف لي كده يقول لي مصدق كان ظهرت له زط بيزوق مني عشان عادي وانا بجيبه لك ثواني سريع والله قبضه كده قال لك محمد سليمان تعال. اول حاجه يا اخي والله تحيه لك اخونا محمد سليمان ولجهدك الجبار والطيب. حقيقه نحن نستاهل اننا نطلع معاك على القسط لانه يوم بجد بالنسبه لنا عظيم يوم بجد بالنسبه لنا مفرح. استمتعنا جدا بالانتصارات المضت في الايام الماضيه المضت وامس ويوم كان يعني مليء بالحماسات ومليء بالانتصارات القوات المسلحه السودانيه. والله ده بيخلينا نفرح ونزعج ويشيل مننا النوم ويشيل مننا يعني انا الليله يعني احتمال كبير يكون ده اخر لايف او يمكن في لايف ثاني لانه اخوكم سوف يتوجه الى السودان باذن الله سبحانه وتعالى. الله اكبر كلام صح 100. وانت لو مشيت السودان اللي بوقف اللايفات شنو هي اداب اللايفات كده ما بدات يا محمد؟ وين عمك يا زول والله قالوا الشبكه هناك زي محمد ضنك. شبكه صعبه والله شبكه صعبه والله. انت عارف ابو راب جاي قبل شويه الكاميرا الشبكه عامله كده عامل كده الشبكه تريف شك. والله اول حاجه يا اخي تحيه لك وربنا يوصلك بالسلامه ودي بتكون فرحه كبيره جدا لنا ولشعبنا الطيب ولوطننا الحبيب. وصولك للارض الطاهره ارض السودان تستحق والله العظيم وتستحق تتوج تستحق تكرم تستحق تتخطى على الراس والله العظيم. ده ما عشان يا مرتضى انا نازل غمدتي ولا داير كرم ولا داير انا بس لا شوف اي دول الاقيه وسلم بعرفه ولا ما بعرفه. لا ده ما داير ده شيء ده حاجه انت ده ما موجودك انت ما داير انت ما داير ده ما كرمك انت. لكن ده واجبنا احنا كوطن اتجاهك على الشيء اللي انت بتقدمه وتستاهل كله خير. احنا ما بنقول بنديك في حقك لكن على الاقل بنحاول بقدر الامكان انه ناخذ له جرعه من ان زول يكون دائما موجود في وطنه وزول قاعد ليل ونهار يلقط في كل التفاصيل الاخبار بيجيب عشان يجوا كميه من الناس ياخذوا منك الاطمئنان وياخذوا منك الانتصارات وياخذوا منك الوفاء وياخذوا منك العطاء. ده شيء ما سهل. الناس بقت ما بتنوم لو نامت بتنوم بدري عشان تحصل لايفك. لو بقت جعان بتخدها لك قدامها. لو بقت انت كوبايه شاي بتخدها عشان تفوت تحضر احمد سليمان لانه بتجيب كل المقتطفات بتريح القلب يا احمد سليمان. ده احتمال كسرتني حقيقه. ده شيء لا حاصل ده مرتضى
نعم مرتضى نعم. بالمناسبه هي نحن المرضى النفسانيين ديل يا محمد سليمان تخلينا اليمن تمشي السودان. الكلام ده كده ما مظبوط. زل في السودان لا ان شاء الله يجب إنك إذا تعمل. يومي على الله والله يفضل يكون صعب، لكن يومي على الله بطل عليكم بفيديوهات من هناك اوريكم اخبار البلد والحاصل في البلد، عرفت علي؟ لكن في اللايف ده ثاني صعب حسب الشبكه، يعني يوم تحصل الشبكه تنسمحها لكن ما يشغل لي هناك في شبكه بتسعفك انك تقعد في لايف 4 ساعات و3 ساعات. بسيطة تشيل معاك واي فاي وجهز معاك من المطار 3 شرايح ابتين زين قريب ونشيطنا ال3 بالشهر. انت عارف الشبكه بتكون كده، انا اديك لا انا بديك الشبكه بتكون كده، ما تعتمد على الزين بس، بتعتمد على السودان بس، بتعتمد على الامتين، لا شتنا ال3 دي قويه بتجر منها، دي قويه بتجر منها والله العظيم. بس في ناس في السودان قاعدين اسي عاين على الورطه، على الورطه ده قاعد في الكذب تشيل يا محمد سليمان تشيل شريحه ساعات. بتاعت اتصالات المصريه وتعمل رومينج بس، ما فتره بسيطه ما تطول. عرفتها؟ رومي كيف؟ رومينج هنا الخدمه بتاعت التجوال دي ولا اسمها شنو؟ ايوه التجوال، لا اله الا الله يا اخي كنا نار الله اظن. بندعمك ما تخاف، بندعمك. ما شايف الشطون دي؟ انت قلت لك بندعمك. الله يكثر السليرس ان شاء الله. لا بعدين ذاته بعدين هناك ما يوم حيتقلب، هناك حيتقلب ثاني بدل يصحى من الساعه 2 صباحا لحد 6، لا هو 6 ثاني بيصحى يا دوب من النوم. بنقلب دي سهله، بنقلب معاه يا مرتضى، دي سهله بنقلب معاه مش واخدين البشريات مسدينا من ارض الواقع ذاته من لب الحدث ذاته كمان. والله العظيم نحن نحيي قواتنا المسلحه السودانيه وكل القوات المقاتله الان فرحونا ورفعوا راسنا حقيقه، مع انه من اول يوم رافعين راسنا، لكن ده للتاكيد وللجماليات الحقيقه وده للثبات. والسيد القائد العام السيد برهان تحياته ومحباته من هنا من هذا اللايف عندما تحدث وتكلم قال اثبت الجندي السوداني تاريخه من الازل لما زال الان انه هو يثبت انه سوداني والسوداني، واثبت للعالم تماما انه الجندي السوداني لا يقهر، ان الجندي السوداني حريص جدا على وطنه، ان الجندي السوداني يسطر بطولاته في بلده وفي تاريخ السودان باذن الله تعالى. وده يدل على الحقيقه على الجنود البواسل الفدوا روح عزيزه وكريمه لاجل الوطن السودان لتبقى قواعد السودان موجوده. لما بدات بدايه الطلقه وقالوا انه قد نكون او لا نكون، الحمد لله الذي جعل الخير في ابنائنا، الحمد لله الذي جعل العزه والمنه في ابنائنا. اثبتوا بقدره الله سبحانه وتعالى ان السودان باقي، اثبتوا بقدره الله السودان ان السودان سياده، اثبتوا بقدرة الله سبحانه وتعالى إنه نحن لن نخار ولن ننزل ولن نهان مهما طال الزمن أو قل. تحية لكل جندي سوداني ودافع عن وطننا، تحية لكل مواطن سوداني وقف مع القوات المسلحة السودانية ساند، تحية لأي زول عبر الميديا عبر التواصل الاجتماعي ساند القوات المسلحة السودانية. نرفع لهم القبعات احتراما وتقديرا. ربنا يديكم الصحة والعافية، وربنا يجعلكم خير سند لشبابنا ولوطننا ولحبنا ولأصالتنا. ربنا يكرمكم في الدارين. والتحية عبرك لكل جيش محمد سليمان. أقسم بالله أنا مبسوط منكم لدرجة خير ما تتخيلوا. أنا أي زول بيجي لمحمد سليمان أقسم بالله قاعد أحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الرجل يقدم محتوى حقيقي يرفع من الروح المعنوية في أرض الواقع والمواقع. نحن نعتز بهذه الشخصيات العظيمة. والله ما بنقول لك تتوج عشان أنت محتاج، انت وضع الوطن وبتعملوا ده وطنك وده واجبك، نعلم تماما بهذا الموضوع، لكن تتوج للتاريخ عشان اجيالنا القادمه تعرف تماما انه في رجال حتى عبر الميديا ناضلوا وجاهدوا وبذلوا جهدهم وكرزوا من ايامهم وشالوا من حق اولادهم وشالوا من حقاياتهم حتى من اجل هذا الوطن لتفضل الوطنيه السودانيه اصيله بيناتنا. ربنا يديك الصحه والعافيه وربنا يحفظك ويوصلك بالسلامه، ونحن معك في اي لحظه، وان شاء الله عما قريب حتلقاني معك في السودان. تحياتي لك ولكل تيمك. تفضل يا ضوانا. بس تعال سريع. يا محمد سليمان خلاص بعدين احنا نمشي كلنا. طبعا في امل، لكن انت يعني احتمال تجي. لا انا بجيك ذاتي جايك، انا ذاتي جايك. انا هسه بجهز لك في حاجه حلوه اللي رسلت عليك المره اللي فاتت دي وجايك ان شاء الله باذن الله. عارف انت وانا عارف والله عارف. عديله طبعا عديله. يلا تحياتنا. الله يديك العافيه. نجرك ان شاء الله نجيك ان شاء الله يكون في لايف ثاني، يكون لايف ضيف ختامي ان شاء الله نجيك ونجيب معاك نودعك، لانه طبعا احنا بعيدين ان شاء الله حنتواصل معك. خليك تقفل على كده. تحيه لكم وتحيه للقوات المسلحه السودانيه ولكل قاداتنا بامن وامان. تحيه لكل الناس اللي دائما عن حب وجمال.
يديكم الصحه والعافيه. الله يكرمكم يا رب. تسلموا تسلموا، كثر خيركم، بارك الله فيكم، والتحيه والله لكم. جميل. سلم سلم. تسلم حبيبي اخوي ضوانا، تسلم. تحيه لك اخوي ضوانا، تسلم الحبيب اخوي مرتضى. كل الشباب الموجودين على مستوى اللايف اللي كانوا مساهرين ومشيرين والمكبسين واللي كانوا معانا قاعدين، تحيه لكم كبيره من هنا ليوم الدين، وتحيه كمان لاخواني المشرفين اللي اللايف كانوا مراقبين وكانوا قاعدين. تحيه لكم اينما كنتم. نصر الله قوات شعبنا المسلحه وعاجل والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين، ونتلاقى بكره. طيبين ابقوا عافيه، في امان الله.